حياة حبيبك النبي اللي تصلي على النبي، وعلى قد ما تقدر تشير الفيديو دوت اللي هتتفرج عليه وتسمعه، عشان اللي واقفين دول زي ابوك وامك واختك واختي وامي وابويا وعمي وعيال خالاتي وبتاع. الناس ديت كلها واقفة عشان خاطر كيلو سكر. فلك ان تتخيل ان انت تروح بعد كل الوقفة دي كلها وما تاخدش سكر. واللي انيل من كده ان هي نزلت من البيت من غير ما تعمل اكل. تخيل بقى، وانت كمان تروح من شغلك في ايام رمضان اللي احنا فيها حاليا دي، تمام حلو، تروح ما تلاقيش فطار، تسال امك او اختك تقول لها انت، ولا انت ما عملتش فطار، تقول لك اصل انا من الساعه 3 العصر واقفه على طابور عشان اجيب كيلو سكر وما عرفتش اجيب. تخيل انت بقى يبقى ايه موقفك. ولا ربنا يرحمنا من الايام السوداء اللي احنا عايشينها. والناس بص، ده كده في مكان واحد كده ايه تبع بشاير الخير دي. فربنا يعدي الايام اللي جايه على خير. صن طيبين.